مستمعين عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. فيديو النهاردة هيبقى مخيف وغريب وكله قصص وتجارب حقيقية وحاجات فعلا حقيقية بتحصل في عالمنا زي ما عودتكم في كل فيديوهاتي. قبل اي حاجة ما تنسوش تعملوا اللايك الجميل بتاعكم والاشتراك في القناة وفعلوا جرس الاشعارات عشان اي فيديو او قصة جديدة خطيرة زي كده بنزلها توصل لكم على طول وتبقوا انتوا اول حد او اول ناس تشوفوا الحكايات والقصص دي. وياريت تقولولنا في التعليقات على اكتر الحاجات اللي انتوا حابين اتكلم عنها والمواضيع المهمة اللي انتوا حابين ان انا اعمل لكم عنها فيديوهات زي كده. على فكرة بشوف كل التعليقات بتاعتكم. اعملوا شير كتير قوي للفيديو ده علشان فيه توعية ولناس كتير من حاجات خطيرة جدا بتحصل، وممكن قوي يكون حد قريب منك بيعمل كل الحاجات دي وانت ما تعرفش، فلازم تبعتله الفيديو ده. يلا بينا على الحكاية. في البداية كده حابة اقول لكم معلومة على السريع. ظهرت جلسات تحضير الارواح رسميا عام 1848 في الولايات المتحدة الامريكية، واشهر حد ادعى انه بيعرف يتواصل مع الارواح هما الاخوات فوكس، ودول انا اتكلمت عنهم في الفيديو اللي فات، ودول من اشهر واكتر الوسطاء الروحانيين اللي كانوا معروفين في الوقت ده في امريكا، وكانوا بيعملوا طرق كتيرة جدا علشان يتواصلوا مع الشياطين وارواح الموتى في الحرب العالمية الاولى والتانية. ودول 3 بنات اخوات، مارجريت وكيت وليا، ومع ارتفاع عدد القتلى في الحرب العالمية الاولى زادت شهرتهم قوي. وواحد كمان قوي مشهور اسمه بريل كوران زاد نشاطه عام 1927، برضو كان بيحضر أرواح الموتى والقتلى وبيتواصل معاهم بعد ما ماتوا في الحروب. في فيديو النهاردة أنا هقول لكم على طرق مشهورة جدا لتحضير الأرواح الشريرة في بيتك، إزاي تلعب مع الأشباح والشياطين وتحضرهم في بيتك وتتكلم معاهم وكمان ممكن تشوفهم. اول حاجة هتكلم عليها وهي الطرق التقليدية بتاعة الوسطاء الروحانيين زمان. اول واحدة وهي طريقة الفنجان او الكاس. بيحطوا فنجان القهوة مقلوب على الترابيزة، ولازم تكون طاولة او ترابيزة مدورة او بيضاوية ويكون منقوش عليها حروف وارقام. وبعد تمتمات وطقوس معينة بتبدأ الروح ان هي تتواصل مع الاشخاص اللي قاعدين بتحريك الكوباية او الفنجان اللي مقلوب ومحطوط على الترابيزة. بتبدأ الروح ان هي تحركه في الاتجاهات نحو الحروف علشان تعرف ترسل لهم الرسالة بتاعتها، والناس بتعرف الروح عايزة ايه وبتقول ايه من طريقة تحريك الفنجان على الحروف. بيجمعوا الحروف فبيجمعوا كلمات وجمل مع بعض علشان يعرفوا الروح دي عايزة تقول لهم ايه. تاني حاجة وهي استعمال المراية. برضو بيحتاجوا لوسيط روحاني معاهم، ومن هنا بيكتشفوا الأرواح اللي موجودة في المكان. وهنا بيعتقدوا ان المكان اللي مات فيه شخص معين بتفضل روح الشخص ده قاعدة في المكان طول العمر ومش بتمشي، وغالبا بتتحبس في المراية، فبيتواصلوا معاه عن طريق المراية. تالت حاجة وهي الألعاب اللي اخترعوها حديثا بتاعة التواصل مع الأرواح، ومن أولها هي لعبة الويجا، ودي ظهرت مع بداية القرن العشرين. طبعا الويجا أنا مش هتكلم عنها لأن أنا قبل كده عملت فيديو عنها، وهحكي لكم كمان عن قصص حقيقية حصلت مع الناس اللي جربت المواضيع دي. أول حاجة هكلمكم عنها وهو كائن التلبة. وعلى فكرة التلبة هياها الخاطف البشري وهياها الصديق السحري، نفس الطقوس ونفس الممارسات وكمان نفس الاعتقاد. اولا مفهوم التلبة باللغة الانجليزية معناه التصوف او مفهوم الخوارق، وتحضير كائن مادي عن طريق الافكار. وعادة ما بيكون الكائن اللي بيتحضر ده في شكل البشر على حسب ما انا قاعدة بتخيله، والخيال اللي انا بعمله هيطلع شكله عامل ازاي. فهو عبارة عن الصديق الخيالي الخاص بيك، انت اللي بتحضره وانت اللي بتعمله، والمفروض ان محدش يشوفه ويتعامل معاه غيرك. بس ده ممكن يكون وهم او مرض نفسي جوه دماغ البني ادم بس. انتوا ايه رأيكم؟
طب تعالوا نشوف. زي ما عرفنا ان التلبة ده هو بيبقى الصديق او الشبح الخيالي الخاص بيك، بيعيش معاك وملازمك طول حياتك، له طقوس معينة وله طريقة تحضير معينة. والناس اللي بيحبوا الموضوع ده وبيحبوا يصنعوه بيكونوا الفئة الانطوائية او الناس المصابة بمرض التوحد من اجل المرح، او بيبقى عايز صديق يتكلم معاه. بعض الاحيان بعد تحضير التلبة البني ادم ده بيصاب بالمس الشيطاني، الجن العاشق. فالتلبة بتبدأ بصوت ايجابي في عقلك، وشيئا فشيئا تبدأ تتحكم في جسدك وفي عقلك، وتبدأ تلاقي نفسك بتعمل تصرفات انت عمرك ما هتعملها. الموضوع بصوت خيالي في دماغك انت بس، انت اللي سمعه وانت اللي شايفه. وبعدين بيبدأ يتطور ويتمحور لحد ما يبقى يتخلق الكائن اللي في دماغك، اللي بالمواصفات اللي انت بتحطها. بس خلي بالنا ان ممكن ده يكون جن وشيطان متجسد على هيئة الشخص او الصديق اللي احنا عايزينه يقعد معانا. علشان نصنع الكيان ده اول حاجة لازم ورقة وقلم، ونكتب كل المواصفات اللي احنا عايزينها فيه. ان هو مثلا يكون كائن بشري عادي، يكون مثلا شعره طويل، لازم الاول بيبقى ولد او بنت، يعني عايزينه ولد ولا بنت، عايزين شعره يبقى عامل ازاي، وشه يبقى عامل ازاي، مناخيره تبقى عامله ازاي، يبقى تخين ولا رفيع، يبقى قصير ولا طويل، يبقى ايه شكله، يبقى ايه جنسيته، يبقى عربي ولا اجنبي ولا مصري ولا ايه، ولون شعره ولون بشرته. كل ده كده بيتكتب بترتيب معين في الورقة والقلم بتاعنا، وتفضل انت حاطط المواصفات دي في دماغك. وبعد ما خلاص كتبت كل حاجة انت محتاجها، الورقة اللي انت كتبتها دي محطوطة قدامك، وتفكر في كل المواصفات وفي كل الحاجات اللي انت طالبها في كائن التلبة بتاعك، وتفضل حاطط كل ده في دماغك، وتفضل تتخيل الشخص ده زي الاسترخاء واليوجا، وتمارس اليوجا وتمارس الاسترخاء، وتفضل قاعد لساعات طويلة تفكر في الشخص اللي مفروض هيعيش معاك. كل يوم تمسك الورقة اللي انت كتبت فيها المواصفات وتفضل تقرأها مرة واثنين وثلاثة لحد ما المواصفات دي تفضل معلقة في دماغك. تقرأها مرة في سرك ومرة بصوت مسموع، حاططها في مكان قدام عينيك عشان تفضل باصص على الكلام اللي انت كتبته والمواصفات. والكلام ده علشان يحصل ويتحقق بيقعد شهور ويمكن كمان سنين. تقعد تتخيل في كائن التلبة بتاعك، تفضل تعمل التأمل، تمارس التأمل وتمارس تمارين اليوجا وتعمل الطقوس دي كلها، لما تبدأ تحس ان فعلا في حد قاعد معاك، حد بيهمس في ودنك، ان في حاجات بتتشال وتتحط من اماكنها من غير اي سبب. هتعرف وقتها ان كائن التلبة اتحضر، وتبدأ تشوف تخيلات وخيالات قدامك لحد ما يجي الصديق بتاعك اللي انت تخيلته ويجيلك بنفس المواصفات. وكده تبقى اخيرا انت حضرت التلبة بتاعك او الخاطف البشري او الصديق السحري. محتاجين لإرادة، يعني لازم اللي بيعمل الحاجات دي يكون عنده إرادة وصبر، لان الموضوع بيحتاج وقت فعلا، والتفكير والتأمل في نفس الموضوع، في نفس المواصفات اللي احنا حاطينها للكائن بتاعنا. بيقولك لو انت مش عارف تتخيل التلبة بتاعك، تخيله في البداية على انه سحابة او شعاع او ضباب او دخان بيظهر لك، وهيبدأ في التطور شيئا فشيئا لحد ما يبدأ يوضح قدامك ويبدأ لك الكائن البشري الكيوت اللي انت عايزه، لحد ما هتبقى صورة التلبة واضحة قدامك وهيبدأ يظهر لك الكيان. لازم تقعد مع نفسك كتير وتفكر في المواقف اللي هتبقى ما بينك وبين صديقك المقرب ده لحد ما يظهر. ولازم كمان يكون من ضمن مواصفاته اللي انت هتكتبها في الورقة ان يكون عنده شخصية، يعني شخصيته قوية ولا ضعيفة، بيتكلم كتير ولا قليل في الكلام، بيحب اكل ايه وما بيحبش ايه. يعني لازم تكتب ادق التفاصيل عن الصديق الخيالي بتاعك. ولازم يكون عنده رأي في التفكير، ويكون كائن مستقل بذاته زيه زي الانسان الطبيعي. وبيقولك كمان ان انت ما تصابش بالاحباط لو الموضوع طول معاك، حاول وتحاول وتحاول لحد ما امنيتك تتحقق. وهو شخص انجليزي من الطبقة الارستقراطية، عاش في منتصف القرن ال17، وكان متزوج من سيدة جميلة،
لكنها باردة في المشاعر واسمها دورسا، وكانت من عيلة كبيرة وثرية. فضل فيليب يفكر كتير قوي لحد ما زهق من حياته، وكان محتاج لبعض المشاعر والعواطف، وكان حاسس ان حياته دي بائسة للغاية. فقرر ان هو يدور على التلبة والصديق السحري، فبدأ ان هو يحضر كائن التلبة ده بنفسه. جاب ورقة وقلم وفضل يكتب كل المواصفات والحاجات اللي هو عايزها، وكتب كمان ان هو لازم يكون انثى، يعني يكون بنت جميلة جدا بنفس مواصفات زوجته، وتكون اجمل منها كمان، وتكون مرحة وشخصيتها جميلة، وكمان تتكلم معاه. وفضل يمارس التأمل وحط الموضوع ده كتير في دماغه، لحد ما فعلا ظهرت له من العدم مرة واحدة كده. هو كان قاعد لوحده في البيت بنت جميلة جدا، بيقول ان البنت دي فضلت ملازماه لحد ما مات، وهو فضل كتير يحكي عنها ويحكي عن تفاصيلها ويحكي عن ذكرياته والاحداث اللي عاشها معاها، حس معاها بالسعادة والراحة، يحكي عن كل ده لحد لما مات. طبعا ما كانش حد مصدقه، وكانوا بيقولوا عليه ان هو مريض نفسي، وانه عنده مرض الفصام والتوحد والحاجات دي. من اهم الشروط علشان التلبة ده يفضل قاعد ومكمل معاك بقية حياتك، ما تحكيش ابدا ان انت عندك كائن تلبة والتلبة ده عايش معاك، ان ممكن الكائن ده او الشخصية دي تتخنق او تتضايق ان انت حكيت عنها. بيقولوا ان كل تلبة بيبقى لها شخصيتها، هي بس بتكون نفس الشكل اللي انت بتتخيله، لكن الشخصية بتكون فريدة من نوعها. وفي وسطاء روحيين كمان بيقولوا ان ده مس شيطاني، وان ده جن او شيطان خبيث بيظهر للانسان في الشكل اللي هو عايزه وبيتخيله، يجي للانسان علشان يتلبسه ويحصل على جسده. فالمفروض لما تيجي تحضر التلبة تبقى حاسس ان انت اللي بتتحكم فيه، انت اللي بتتحكم في ظهوره، حسيت ان هو اللي بيتحكم فيك وبيجبرك ان هو يظهر لك وبيجبرك على حاجات انت مش عايزها، فتعرف على طول ان ده الجن او الشيطان او الجن العاشق، مش كائن التلبة. المفروض ان انت اللي تستدعاه وانت اللي تتحكم في وقت ظهوره والوقت اللي تبقى عايز تتكلم فيه معاه. في واحدة ست اسمها اوليفيا كان عندها طفل، وده كان ابنها الوحيد الصغير، يعني يعتبر ما كملش 6 سنين. المهم كانت عايشة حياة سعيدة وهادية لحد ما حصلت حاجة دمرت حياتها بالكامل، وهو أول لما سمعت خبر وفاة ابنها الوحيد. صدمت جدا وزعلت ومرت بحالة اكتئاب طويلة. من كتر اكتئابها وحزنها زوجها طفش وسابها، والله فعلا ساب لها البيت كله ومشي وانفصل عنها، وأصبحت هي عايشة لوحدها في البيت. بيت طويل عريض أشبه بالفيلا، هي عايشة فيه لوحدها، ومن كتر حزنها واكتئابها على ابنها ما كانتش بتخرج من البيت ولا كانت بتعمل أي أنشطة في البيت. البيت من بره ومن جوه كان أشبه بالبيوت المهجورة، ولا كانت بتتكلم مع حد ولا كانت بتتواصل مع أي حد. فضلت لوحدها لسنين طويلة محدش يعرف عنها أي حاجة، ده حتى سابت شغلها وسابت كل حياتها الاجتماعية والعملية. ومن هنا قررت أوليفيا ان هي تحضر كائن التلبة، بعد ما سمعت عنه من المشعوذين والسحرة اللي كانوا بيطلعوا كتير قوي في القنوات التلفزيونية ويتكلموا. المهم دورت أوليفيا على كتب كتير بتتكلم عن الموضوع ده، ولكن أوليفيا عملت موضوع تحضير كائن التلبة ده بطريقة مختلفة وشيطانية شوية، تسرع من ظهور الكائن ده وإنه فعلا يبقى كائن حقيقي ويعيش معاها في نفس البيت ويكون تحت طوعها وتحت خدمتها. فقررت إن هي تعمل طقوس شيطانية شبه اللي السحرة بيعملوها، فبدأت تصطاد القطط اللي في الشارع علشان تذبحهم وتقتلهم عشان تاخد دمهم في السحر. وبدأت كمان تصنع عرايس شبه العرايس بتاعت سحر الفودو كده، بتعمل عرايس من القطن وعرايس من القش، وجابت نفس الورقة والقلم اللي انا قلت عليهم وكتبت كل المواصفات. بس انتوا عارفين المواصفات دي كلها كانت مواصفات ابنها المتوفي،
كانت عايزة تستحضر روح ابنها، تصنع التلبة الخاص بيها، الشبح الخاص بيها من الحيوانات ودم القطط اللي بتقعد تقتل فيهم، وتفضل ترسم النجوم الخماسية على الأرض وعلى الحيطان. تجيب كتب السحر والطلاسم الغريبة، حيطان بالدم، وتكتب شوية منهم على الورق وترميه على الأرض أو ترميه في النار. كانوا الجيران اللي حواليها بيقولوا ان هم بيسمعوا اصوات صرخات طالعة من بيتها بالليل على ساعات الفجر، واصوات غريبة تانية. البيت بقى شكله صعب جدا من بره، ناس بتخاف تعدي من قدامه. فضلت اوليفيا لشهور طويلة بتعمل الطقوس بتاعتها دي، لحد ما اخيرا حضرت روح ابنها في كائن التلبة. اوليفيا ما كانتش بتطلع من بيتها نهائي، فضلت عايشة مع خيال ابنها لحد لما ماتت في البيت، ومحدش عرف ان هي ماتت لان هي كانت عايشة طول عمرها لوحدها. الناس عرفت ان هي ماتت من ريحة الجثة، عرفوش الا بعد ما جثتها اتحللت وريحتها طلعت. بلغوا الشرطة، والشرطة دخلت البيت وشافوا المناظر المقرفة اللي في البيت. مش محتاجة اقول لكم ان بعد كل ده البيت ده فضل مسكون بالاشباح والارواح والجن، والناس بتخاف تشتريه وتسكن فيه. ده غير الحوادث الغريبة اللي رجال الشرطة شافوها لما دخلوا البيت وعاشوا الأجواء بنفسهم. الرأي الديني في الموضوع ده، علماء المسلمين قالوا ان التلبة ده حرام، حرام ان احنا نحضره، وحرام ان احنا نفكر فيه، لان ده بيعتبر من السحر. ده في الاصل هو جن، ده مش صديق خيالي ولا حاجة، كمان عايزه يتواصل معاك، يعيش معاك وينفذ لك كمان طلباتك. شددوا جدا على تحريمه، ان هو حرام ومحدش يعمله. طب معلش بقى، هو ازاي اصلا المواضيع دي انتشرت؟ اللي نشر الكلام ده بعيدا عن الجامعات والتخطيطات الماسونية والكلام اللي احنا عارفينه ده كله، بس انتوا عارفين الكيبوب؟ عارفين الفرق الكورية اللي هما BTS والكيبوب والحاجات دي؟ بنات بجد يا جماعة اصبحت مجنونة قوي بالفرق دي، اصبحوا يعني بياخدوهم كمان كآلهة. تخيلوا، يقولك احنا بنعبدهم، احنا بنحبهم، درجة ان احنا بنعبدهم. في ابليكيشن اسمه وات باد، اللي هو الوات باد اللي هو لونه برتقاني كده وعلى حرف الدبليو، هو ده. هو برنامج كده بيكتبوا عليه قصص وحاجات، يعني من تأليف الناس، بتكتبي فيه قصص وبتكتبي فيه اي حاجة عايزة تحكي عنها. المهم مش عارفة ليه وسبحان الله كل البنات اللي بيحبوا الكيبوب والعالم دي منزلينه عندهم وقاعدين بيحكوا قصص عن الحاجات دي. ده انا اول ما بحثت عن موضوع التلبة والارواح والحاجات دي طلعت لي الوات باد، وطلع لي الكيبوب، وطلع لي الصور بتاعتهم، وطلع لي الحاجات دي كلها. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، انا هبحث عن الكائنات التلبة والخوارق، طلع لي اللي هم دول. التلبة ده اصلا حاجة قديمة، يعني حاجة من زمان. المهم بقى هم عايزين يعملوا كده علشان يحضروا المغنيين اللي هم بيحبوهم وشخصيات الكيبوب والمغنيين والناس اللي بترقص وكده، عايزين يعملوا الطلبة بتاعهم الناس الكوريين دول علشان يعيشوا معاهم، من كتر ما هم بيحبوهم يعيشوا معاهم في بيت واحد. فهو ده تقريبا اللي نشر الموضوع اصلا. مش هنا المشكله، انهم عايزين يحضروا الجن دوت يعيش معاهم على هيئه الشخص الكوري اللي هم بيحبوه. بنات عايزين يحضروا جن، عايزين يعملوا حاجات بتغضب ربنا، وبنعبد الكيبوب واحنا بنعبد الناس دي. انت هتضري نفسك، هتتصابي بالمس الشيطاني علشان خاطر كيبوب. على فكرة يا جماعة الحاجات دي بجد، طالما انتوا بتسعوا لتحضير الجن وتبدأ تظهر لكم بجد، فياريت تخلي بالكم من نفسكم وتشيلوا الاوهام دي من دماغكم. بس كده انا كده خلاص خلصت جماعة. بجد الفيديو ده هيبقى ليه جزء تاني، عشان انا بجد حبيت الحوارات دي جدا، وهكمل معاكم بقية الحكايات. حكايات قوية جدا وقصص فظيعة قوي عن تحضير الارواح الشريرة والعاب بتحضر الارواح الشريرة. فاستنوا الجزء التاني هنزله لكم، هيبقى فيديو اقوى من ده بكتير، وهتكلم فيه عن مواضيع مختلفة كتير. وعلشان تشوفوه اشتركوا في القناة وفعلوا جرس الاشعارات، اعملوا شير لناس كتير، لان الموضوع ده خطير جدا وبيقع فيه بنات كتير، بتقع في الفخ ده، تقولك انا بحب الكيبوب، انا بحب مش عارفة جون هونكو، مش عارفة ايه اسمهم غريبة. ما عنديش اي مشكلة ان انتي تحبي الفرقة، ما عنديش اي مشكلة ان انتي تعجبي بحد مشهور، لكن اوعي تعملي الطقوس الشيطانية دي، بجد هتتأذي. مع ابليكيشن وات باد ده بجد مليان بالقصص والحوارات عن الحاجات دي.
فيا ريت ما تسمعيش لاي قصه من قصص الواتباد، كلها قصص وحشه عن المواضيع دي. يا ريت ما تسمعيش اي كلام من اي حد على النت بيقول اي حاجه هتاذيكي او هتضرك. المشاهير دول اصلا ما يعرفوش ان انت عايشه على كوكب الارض، انت بالنسبه لهم مجرد معجبه، مجرد واحده بتتفرج عليهم من ضمن الملايين والمليارات اللي بيتفرجوا عليهم. خليكي فاكره كده. خلاص خلصنا وسلام.